بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله نشرح النهاردة طريقة تجديد وصيانة سقف الأوضة أو سقف الصالة. نعرف شايفين كده احنا معانا سقف قديم وبنعمله صيانة أو نجدده. تابعوا معانا بقى المراحل كلها. أول حاجة بنبدأ نعمل طلقة معجون للأماكن البايظة في السقف. أي حاجة محتاجة معجون بنبدأ نلقط فيها. نعرف شايفين كده معجونة بلاستيك، ودي بتبقى جاهزة. بنبدأ نشوف أي حاجة عايزة تزود معجون، نبدأ نعملها بقى معجون بلاستيك. تبقى جاهزة معانا بقى على الصنفرة. نستنى عليها شوية تنشف، ونبدأ بقى نجيب صنفرة ونمشي صنفرة بقى على طريقة المعجون. وممكن نعمل السقف كله تنعيم بالصنفرة، نمشي بالصنفرة كلها على السقف كله، صنفرة سريعة كده. الموضوع سهل وبسيط، وأي شخص ممكن يعمله. ده البلاستيك اللي هنشتغل بيه إن شاء الله. طبعا لو عايز تجيب أي نوع تاني مفيش مشاكل. هي البستلة إن شاء الله بتتخفى من لترين ونص ل3 لتر ونص مية على حسب خامتها. طبعا احنا حطينا البستلة لترين ونص مية، من لترين ل3 لتر مية أو 3 ونص، وقلبناهم كويس. ونبدأ نشتغل بقى كده، جاهزة معانا للشغل على طول. بنبدأ بقى نشتغل بالرولة. زي ما شايفين كده بنفرد ونرجع نمس العكس. طبعا لو مش هتعرف تشتغل ممكن تمسك الرولة بإيدك عادي وتشتغل بسلم متر بمتر كده، بس تبقى تسلك وتبقى تحكم في الرولة أكتر من كده. لو هتعرف تشتغل كده مفيش مشاكل. تفرد وترجع تمس العكس بتاع الرول عشان توزع الحباية على السقف، ما يبقاش في حاجة خفيفة وحاجة تقيلة. وبعد ما بينشف بنبدأ بقى نجيب الزوايا بتاعتها باستخدام الفرش. زي ما انتم شايفين كده. بعد ما بينشف اللي عملناه في الوش الأولاني بنعمله برضه في الطريقة بالوش التاني. بنشتغل بالرولة وش تاني ونرجع نجيب الزوايا تاني. طبعا بنستنى ساعة أو ساعتين لما ينشف، ونبدأ بقى نشتغل الوش التاني، وشوية برضه نشتغل الزوايا بالفرش زي الوش الأولاني بالظبط. بيطلع بالشكل ده كده في الآخر.
ودي كده المراحل بتاعتنا كلها. بنبدأ بقى نلزق الحيطة زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ بقى نشتغل ايه في الحيطة بتاعتنا ونجهزها برضو، نبدأ نشطف فيها. ده كان فيديو طريقة تجديد وصيانة لون السقف والمراحل بتاعته كلها. كان معكم حسام القصاص من قناة ادهم بيتك بنفسك. متنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.